عن تأهل منتخب مصر وفوزه على نيوزيلندا امبارح او النهارده يعني. في البداية اشترك في القناة واكتب تعليقك ورأيك في الكلام اللي هيتقال في الفيديو بعد ما تسمع الفيديو. في حاجتين عكس بعض والاتنين ليهم نفس التأثير السلبي: التهويل والتهوين. التهويل انك بتحقق شيء معين فتبتدي تضخم منه وتبتدي تظن انك وصلت لمستوى اكبر من الحقيقة، اكبر من الواقع، وصلت لمستوى كبير جدا، انك عملت شيء عظيم، وده ما بيكونش حقيقي لانك ما بتكونش وصلت للمستوى ده، تخادع نفسك. فنتيجة ده بيكون انك بتحط نفسك في مكان انت ما وصلتلوش، وبالتبعية بيكون الاثر سلبي. على العكس التهويل، حققت شيء تبتدي تشوفه انه شيء عادي او اقل من العادي، متديش لنفسك حقها، فتبتدي تسحب الدافع من جواك اللي كان ممكن انه يتخلق بالشيء اللي انت حققته. منتخب مصر فاز اول فوز ليه في كاس العالم. هل ده شيء استدعى السعادة؟ اكيد، يعني اكيد اي حد اول فوز في كاس العالم فطبيعي يكون فرحان. لكن هل ده معناه ان منتخب مصر وصل لمستوى كبير او ان منتخب مصر فنيا بيقدم شيء كبير؟ الاجابة لا. ليه؟ لان هل انت وصلت لكاس العالم، وصلت اصلا انك تشارك في كاس العالم بنفس النظام اللي كان معمول بيه قبل كده واللي انت ما كنتش بتوصل فيه؟ لا، منتخبات زي عددها زاد فانت قدرت توصل بسهوله. طب هل لو المنتخبات عددها ما كانش زاد كنت هتوصل؟ الله اعلم، كان هيكون الاحتمال قائم زي قبل كده، يا توصل يا ما توصلش. لما وصلت، هل المجموعه اللي انت فيها مجموعه فيها منافسين على مستوى كروي عالي، مواجهتهم وتحقيق شيء امامهم بيدل انك فعلا وصلت لمستوى عالي؟ لا. هتقول ما في بلجيكا اللي هي تصنيف اول ومش عارف كام. بلجيكا دي النسخه اللي فاتت 2022 المغرب كسبتها 2-0 في المجموعه. بلجيكا دي اللي تعادلنا معاها اول ماتش، تعادلت مع ايران تاني ماتش ومطلوب منها 1 عادي. فبلجيكا نسخه 2018 كانت استثناء، انما بلجيكا في العموم مش مستوى مبهر، بلجيكا فريق عادي. طيب هل اللي حصل ده ما يستحقش انك تبتدي تاخده كخطوه لقدام؟ برضو لا. انت في النهايه بتحقق اول فوز، هتقول كويس انا بدات، الظروف خدمتني والنظام الجديد خلاني في وضع افضل، خلاني اكون موجود في محفل ما كنتش بكون موجود فيه، اقدر افوز، فحاول ابني من نفسي واتقدم وان انا احسن من نفسي. لكن فكره الجهاز الفني عالمي، الاداء رائع، الجيل مبهر، الجيل التاريخي، ده مش حقيقي. انت بتكسب نيوزيلندا امبارح، لو انت بتقابل نيوزيلندا في اي بطوله اخرى غير كاس العالم كنت هتقبل بحاجه غير الفوز سكور؟ كنت هتحتفل بالفوز سكور؟ لا، لان ده الطبيعي. ماتش ايران الجاي لو انت بتقابل ايران في العادي، هل كنت هتحتفل بالفوز عليه او هتعتبره شيء مبهر؟ لا، لان ده الطبيعي. بلجيكا مع فيتوريا قبل ما يروح كاس الامم اللي هو خرج منها وقدم نسخه في منتهى السوء، كسب بلجيكا قدام 2-1 وكان هو الافضل في الماتش. فده مش ده المعيار، انت ما وصلتش لمستوى عالي، المجموعه الضعيفه ساعدتك، ظروف زياده عدد المنتخبات ساعدك، بس ده مش معناه انك انت ما حققتش شيء اصلا. لا، شيء خطوه ايجابيه بظروف ساعدتك عليها تقدر تاخدها وتبني عليها لو انت عايز تبني عليها. لكن بلاش فكره عشان خاطر في وضع معين احنا عايزين نمجد فيه فيلا كل شيء عظيم ويلا المنتخب بقى في مستوى عالي وبقينا من عايزين كاس العالم. لا، ده مش حقيقي. انت نيوزيلندا الشوط الاول لما كانت بتلعب، نيوزيلندا عملت عليك شوط كانت ممكن تجيب فيك 2 و3، بدليل انك بتشبه مصطفى شوبير. ان اي حد بيتفرج بالماتش بيقول ان مصطفى شوبير انقذ اكتر من فرصه محققه. فلو انت في مستوى عالي مش هتشيب حارس المرمى بتاعك قدام نيوزيلندا، انت مش في مستوى عالي. انت الظروف خدمتك انك تحقق اشياء ما كنتش بتقدر تحققها، فتاخد ده وتقدر تبني عليه لو انت عايز. بس